الناس بتقول كليوباترا كانت أجمل واحدة في التاريخ، بس لما العلماء طلعوا صور تماثيلها الحقيقية طلع شكلها عادي جدا، يعني مش وحشة ومش حلوة. وفي الحقيقة مش هي دي اللي تخلي ملوك رومانيين يتخانقوا علشانها ويعملوا معارك وحروب عالمية. طيب السؤال هنا، هي كانت جميلة ولا كانت عبقرية؟ يلا بينا نفك اللغز ده، بس قبل ما نتكلم عايزك تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. يلا بينا. كليوباترا السبعة آخر فراعنة مصر، بس الغريبة هنا إنها مش مصرية أصلا، كانت من أصول مقدونية يعني يونانية، بس هي اتربت في مصر واتعلمت 9 لغات. هي أول حاكم في سلالة البطالمة يتكلم عربي ويحكم مصر. يعني كده وهي قاعدة تقول هات لي يا ابني الكرسي ده، هات لي جوبين من السجاير بتاعتها بتاعت كليوباترا. بهزر، بس هي كانت بتتكلم مصري بطلاقة. الشعب حبها علشان هي حسيتهم إنها واحدة منهم وبتحبهم. التماثيل والمنحوتات القديمة بتورينا واحدة بأنف كبير، دقن حاد، شفايف صغيرة وعينين صغيرة. مش هي دي مواصفات الجمال الصراحة، يعني لو نحسبها بمقاييس الزمن ده فهي عادية جدا جدا زيها زي أي حد. في الحقيقة هي كانت بتستخدم عطور جامدة قوي، كان اللي يقعد جنبها من الرجالة 5 دقايق كان يفكر نفسه بيحبها، بس لمجرد ان العطر بيخليه يفرز دوبامين فيفكر انه بيحبها. بتقول ليه يا عم انا بس لمجرد ان انا علبة سجاير انت تحبني؟ هي كانت بتستخدم عطور جامدة قوي، مشهورة بالحوار ده. علم النفس بيقول ان الشكل مش هو اللي بيجذب قد ما بيجذب طريقة الكلام، الشخصية، وكمان العطر اللي انت بتحطه. دي حاجات بتجذب اكتر من شكلك نفسه. جسمنا لما نكون واثقين من نفسنا بيفرز حاجات بتوصل للشخص اللي قدامنا بانه يعجب بينا ويشوف يقول الشخص ده جامد قوي، بسبب الافرازات اللي بتفرز واحنا مش بناخد بالنا منها، بتنتقل مننا للشخص التاني عن طريق اشارات. فبالتالي الشخص التاني يشوفنا يحس ان احنا جامدين قوي مع اننا ما عملناش حاجه غير ان احنا شخصيتنا قويه، فيعجب بينا بسبب النقطه دي. ودي كانت نقطه قوه كليوباترا. كمان في دراسات عملوها ان بنسبه 97% نبرة الصوت بتأثر على الانطباع الأول أكتر من الشكل. يعني أنت لو بتتكلم كويس أنت ممكن تسحر اللي قدامك حرفيا حتى لو لابس بيجامة حمام. كليوباترا كانت أستاذة في دي، كانت بتعرف تمشي علاقتها صح وتعرف إمتى تتكلم وإمتى تسكت. كليوباترا دخلت علاقة مع يوليوس قيصر، عرفت توقعه، وده كان أقوى حد ساعتها. جابت واحد صغير كده اسمه قيصرون، بالمناسبة ده اسمه الحقيقي. الخاينة بعد ما يوليوس قيصر اتقتل راحت لواحد اسمه مارك أنطون، مش اللي في دماغك ده، حرفيا حرب الدنيا كلها علشانها. يعني الست دي جمعت بين القوة والذكاء والسياسة والدلع، وكمان حطوها على علم السجاير. والروايات بتقول ايه؟ ان هي وجوزها مارك أنطون اول ما لقوا الرومان داخلين يحتلوا مصر انتحروا. قصة مأساوية مش كده؟ وفي النهاية حابب اقول لك ان الجمال الحقيقي مش في الشكل، الجمال الحقيقي فيك انت، في كلامك، في شخصيتك، في وقفتك. هل انت تقدر تجذب الشخص اللي قدامك ولا لا؟ شكلك مش مقياس، شكلك مش مقياس اطلاقا. فانا بقول لك انت ممكن تكون كليوباترا جيلك، بس ابدأ، خد الخطوة انك تحسن قدراتك في الكلام، في الوقفة، في الكاريزما بشكل عام، وهتبقى كليوباترا جيلك. لو وصلت معايا لحد هنا اشترك في القناة واعمل اعجاب، سبسكرايب، الدنيا كلها ظبطها. يلا سلام.